حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أتمنى تكونوا بخير. في درسنا النهاردة Unit 1 Coming Home هيبقى معانا Lesson 3 and 4 الدرس الثالث والرابع. هنشوف مع بعض إيه أهم الحاجات اللي لازم نركز عليها في درسنا النهاردة، وهيبقى معانا كمان الجزء الخاص بالجرامر، وزي ما متعودين في آخر درسنا هيبقى معانا Exercise عشان نتأكد إننا فهمنا درسنا كويس. يلا مع بعض كلنا نستعد ونبدأ نشوف إيه الحاجات المهمة اللي موجودة معانا في Lesson 3 and 4 الدرس الثالث والرابع. اول حاجه هنبدا بيها زي ما كلنا شايفين الكي فوكابولري، المفردات الرئيسيه. هنبدا مع بعض نشوف ايه الكلمات المهمه اللي موجوده معانا في ليسون 3 الدرس الثالث وكمان ليسون 4 الدرس الرابع. يلا معايا واحده واحده وركزوا معايا. يلا نبدا نقرا الكلمات الاول. borrow طبعا كل كلمه موجود قدامنا الترانزليشن او الترجمه بتاعتها. again borrow feed the chickens knife كلنا عارفين حرف الكي هنا silent. يلا نقولها تاني. knife البرولر بتاعها lives tap text message typical watermelon. دي كلها كده الورث الخاصة بليسون 3 كلمات الدرس الثالث والمطلوب مننا نحفظهم كويس. يلا مع بعض نقرا كلمات الدرس الرابع. adventure attractive large poor prison railway line terrible. ده بالنسبة للورث الخاصة بليسون 4 كلمات الدرس الرابع والمطلوب مننا كمان نحفظهم كويس. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا هنا الاديشنال فوكابولري، المفردات الإضافية زي ما احنا شايفين هنا قدامنا. يلا مع بعض نبدأ نقراهم واحدة واحدة وركزوا معايا. Alexandria biscuits city cousin Egyptian English teacher guardian goat grandparents India London Mary odd one out one day picnic profile role play street the country village water كلنا عارفين water معناها ميه، بس في درسنا النهارده زي ما احنا شايفين معناها يروي او يسقي. ده بالنسبه للورث الخاصه بليسون 3 والمطلوب مننا كمان نحفظهم كويس. يلا مع بعض نشوف الورث الخاصه بليسون 4 كلمات الدرس الرابع. finally near simple story together trouble. اتمنى يا حبايبي نكون سمعنا الكلمات كويس، ولو محتاجين نسمعهم تاني نرجع الفيديو مفيش اي مشكله، والمطلوب مننا نحفظهم كويس. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا هنا الجزء الخاص بالبروبوزيشنز، حروف الجر. تعالوا مع بعض كده نبدا نشوف ايه اهم البروبوزيشنز او ايه اهم حروف الجر اللي موجوده معانا في ليسون 3. يلا مع بعض الاول نبدا نقراهم، وبعد كده هقول لكم الحاجات دي هتيجي معانا ازاي. around the world at the end of careful with in a shop in the house in the mountains in the summer on TV share with. ده بالنسبة للكلمات بتاعة lesson 3. يلا مع بعض نشوف lesson 4 وبعد كده نشوف كلهم كده على بعضهم هيجوا معانا ازاي. at last at the beginning of different for full of in many ways move from on the train take away from. كده احنا خلاص قريناه. الحاجات دي هتيجي معانا ازاي؟ بصوا يا حبايبي، بالنسبه للجزء الخاص بالبروبوزيشنز بحروف الجر، تعالوا كده مع بعض كده لو في سنتنس قدامي هنحل طبعا الحاجات دي كلها مع بعض بعد كده لما ناخد الاكسرسايز. لو انا دلوقتي عندي سنتنس، عندي جمله في سؤال اللي تشوف وجات لي كلمه ذا وورلد، هي حبايبي انا بشاور عليها كلمه ذا وورلد. كلنا عارفين ذا وورلد معناها العالم. لو جه قبلها ان احنا نختار في تشويسز قدامنا ان احنا نختار، يبقى قبلها بنختار البروبوزيشن around. لازم نقول حول العالم around the world. نفس الكلام the house لو جت طبعا معانا في السنتنس بنستخدم قبلها البروبوزيشن in. كلمة TV لو جت معانا بنستخدم قبلها البروبوزيشن on. نفس الكلام الفيرب share، كلنا عارفين share معناها يشارك، بيجي معاها البروبوزيشن with، لازم نقول share with.
لو هنقول مثلا هنا in many ways، كلنا عارفين many ways يعني طرق كتيرة او طرق عديدة. لو جت معانا في السنتنس او في الجملة بنستخدم قبلها ايه in. ونفس الكلام برضو كلمة take away from، معانا كلنا عارفين الفيرب take لوحدها معناها يأخذ، ولو جت معاها away from معناها يبعد عن، كده معناها بيتغير خالص. نفس الكلام the beginning of بيجي قبلها البروبوزيشن at، لازم اقول at the beginning وبيجي بعدها البروبوزيشن of. لازم نبقى عارفينها كلها على بعضها كده علشان ما نتلخبطش في الجزء الخاص بحروف الجر. ويا ريت يا حبايبي نركز في الجزء ده بجد، ولو محتاجين نسمعه تاني نرجع الفيديو ونسمعه ونشوف الحاجات دي تيجي معانا ازاي، لانها بجد مهمة قوي وكتير مننا بيتلخبط فيها. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا هنا بقى الورس والاوبزيت بتاعها، الكلمة وعكسها. اوقات كتير بيجيب لي في سؤال اللي تشوز بيبقى طالب مني الاوبزيت للكلمة، بيديني الكلمة وبيبقى طالب الاوبزيت او الانتينام بتاعها عكسها. علشان كده لازم نبقى عارفين وحافظين الكلمة وعارفين كمان الاوبزيت او العكس بتاعها. يلا مع بعض نبدأ نقراهم. borrow لو هنقول عكسها lend. again خليكم معايا. borrow lend borrow lend. careful careless careful careless. احنا هنقول الكلمة كذا مرة، ركزوا معايا. outside inside، شايفين هنا الخارج والاوبزيت بتاعها او عكسها داخل. outside inside. remember remember forget forget. معانا هنا attractive attractive ugly ugly. good terrible good terrible. happy ending sad ending، نهاية سعيدة عكسها sad ending نهاية حزينة. kind unkind kind unkind. large small near near أو ليها معنى تاني close، الأوبزيت بتاعها far. old young old young. poor rich poor rich. very good. ده بالنسبة للكلمة وعكسها، الكلمات المهمة اللي موجودة معانا في lesson 3 and 4 الدرس الثالث والرابع، والمطلوب مننا يا حبايبي نحفظهم كويس. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا بقى دلوقتي الجزء الخاص بالirregular verbs او الافعال الغير منتظمه. يلا مع بعض نبدا نقرا البريزنت والباست والباست بيرفكت. bring brought brought. again يلا نقراها تاني. bring brought brought. feed fed fed. find found found. forget forgot forgotten. again forget forgot forgotten. tell told told. become became become. feel felt felt. know knew known. again know knew known. ده بالنسبة للجزء الخاص بالirregular verbs، تصريفات الأفعال الغير منتظمة، ودول مهمين جدا في درسنا النهاردة. أتمنى يا حبايبي تفهمنا الحاجات المطلوبة مننا. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا هنا بقى الجزء الخاص بالجرامر. يا ريت بقى تركزوا معايا في الجزء ده، وقبل ما نبدا يا ريت كلنا يا حبايبي نجهز الورقه والقلم عشان تسجلوا معايا الحاجات المهمه اللي هقول لكم عليها. يلا مع بعض نبدا. اول حاجه زي ما احنا شايفين هنا قدامنا نمبر 1 shall we plus الانفينيتيف. قبل اي حاجه لو انا شاورت على كلمه shall هنا معناها ايه؟ معناها هل. يبقى نخلي بالنا shall لما بتيجي معانا في اول الكويستشن اول السؤال بيبقى معناها هل. بنستخدم بعدها السبجكت، بنستخدم بعدها الفاعل. يا ريت تركزوا في كل كلمه انا بقولها. بعدها بنستخدم الانفينيتيف او بلس الانفينيتيف المصدر، وهنا معناها هل. تستخدم لتقديم اقتراح، انا بقترح على صاحبي او بقترح على اي حد ان احنا نعمل حاجه. تعالوا نقرا كده الاكزامبل. shall we play a game. انا بقترح ان احنا نلعب ايه؟ نلعب لعبه. shall we play a game. نخلي بالنا لما تيجي معايا shall في اول الكويستشن في اول السؤال بنجيب بعدها السبجكت الفاعل، ولازم بعدها نستخدم الانفينيتيف او البيس فورم اوف ذا فيرب المصدر. ما بنستخدمش حاجه غير الانفينيتيف. يا ريت نسجل الجزء ده لان بجد مهم. again بنجيب بعدها الايه؟ بنجيب بعدها المصدر او الانفينيتيف. معانا هنا نمبر 2 can I plus الانفينيتيف. كان هنا لما بتيجي معايا في اول الكويستشن في اول السؤال بيبقى معناها هل يمكنني. تستخدم عند طلب شيء. لو انا بطلب شيء can I borrow your camera please. ممكن استلف منك او استعير الكاميرا بتاعتك please.
يبقى هنا انا بطلب حاجه. كان جت معانا في اول الكويستشن استخدمنا بعدها السبجكت، يا ريت تسجلوا الجزء ده. كان لو جت معايا في اول السؤال بنستخدم بعدها السبجكت او الفاعل بلس، وبيجي على طول بعدها الانفينيتيف او المصدر. نخلي بالنا ما بتجيش حاجه تانية غير المصدر. الحاجات دي في كتير مننا بيتلخبطوا فيها، خلي بالكم لو كان جت معايا في الاول لازم بعدها نستخدم المصدر او البيس فورم اوف ذا فيرب. نمبر 3 have you got معناها ليها two meanings، هل لديك او هل تمتلك. have you got a car لما انا اسالك have you got a car هل عندك سياره، هل تمتلك سياره، يبقى في الحاله دي have you got معناها ايه؟ معناها هل لديك او هل تمتلك. في حاجه بقى مهمه انا عايزه اقول عليها في الجزء ده قبل ما ندخل على نمبر 4. بصوا يا حبايبي، لو جت معايا كلمه have، عارفين كلنا have بنستخدمها مع البلورال مع الجمع، وكمان لو جت معايا has اللي بنستخدمها مع السنجلر بنجيب بعدهم هما الاثنين. يا ريت نسجل الكلام ده. بنجيب بعدهم السبجكت الفاعل، ولازم بعدهم نستخدم الفيرب got. لازم نستخدم got في زمن البي بي او الباست بارتيسيبل. ما ينفعش اقول have you get. يا ريت تخلي بالكم من النقطه دي بجد لانها مهمه وكتير قوي مننا بيتلخبط فيها. يعني ايه؟ هقول تاني، يعني have or has يا ريت تسجلوا. have or has لو جت معانا في بداية الكويستشن في بداية السؤال لازم نستخدم بعدهم got. نخلي بالنا ما ينفعش نستخدم get، ده البي بي لازم نستخدمه. عندنا هنا number 4 19th في القرن العشرين. This story القصة was written اتكتبت in the 19th. القصة اتكتبت in the 19th في القرن العشرين. معانا هنا number 5 with. خلي بالنا with هنا ليها two meanings، ليها معنيين. معناها ذو او لديه، تستخدم عند الوصف لما انا احب اوصف حاجه. تعالوا نقرا الاكزامبل. They have a big home. هما عندهم بيت كبير with a large garden. والحديقه بتاعته كبيره او البيت ذو حديقه كبيره. Very good. يبقى انا استخدمت هنا كلمه with جت معايا في منتصف السنتنس واستخدمناها بمعنى ذو او لديه. Very good. معايا هنا family. كلنا عارفين family معناها أسرة أو عائلة. تعامل هذه الكلمة معاملة المفرد. يا ريت تخلي بالكم بقى من الجزء ده كمان. احنا خلاص احنا كلنا عارفين family معناها أسرة أو عائلة. خدوا بالكم بقى من الجزء الأهم. تعامل هذه الكلمة معاملة المفرد إذا كانت تعني الأسرة كلها كوحدة واحدة. هتقولوا لي احنا مش فاهمين الكلام ده معناه ايه. بصوا يا حبايبي ركزوا معايا. لو كلمة family جت معانا في الجملة وفهمنا معناها او معنى الجملة اللي قدامنا او السنتنس اللي قدامنا ان كلمة family دي معناها الأسرة، انا بتكلم بالأسرة كلها، انا بتكلم عن الأسرة كلها، عن العائلة كوحدة واحدة او حاجة واحدة، يبقى في الحالة دي هعامل كلمة family معاملة السنجلر او المفرد. هتقولوا لي يعني ايه نعملها معاملة المفرد؟ يعني لازم بعدها نجيب الفعل المفرد او السنجلر فيرب. استخدمنا هنا has. لو كلنا عارفين طبعا مع بعض ان has بنستخدمها مع الايه؟ مع المفرد. ما ينفعش اقول my family have، ما ينفعش، لازم اقول has. My family are either doctors or teachers. وتعامل هذه الكلمة معاملة الجمع. خلي بالنا بقى هنا علشان ما نتلخبطش من الجزء ده. ولو جت معانا كلمة family وأنا بعملها في الجملة معاملة الجمع إذا كانت تعني الأسرة كأفراد. هتقولوا لي إيه بقى الكلام ده؟ إحنا كده هنتلخبط. مفيش أي لخبطة. تعالوا نقرا الاكزامبل تاني. لما اقول my family are either doctors or teachers يبقى انا هنا بتكلم عن عيلتي ان بيبقى فيها دكاتره وتيتشرز ومدرسين. يبقى انا كده بتكلم عن العيله مش كوحده واحده، لا انا بتكلم عن افراد العيله. انا عندي في عيلتي دكتورز وعندي تيتشرز، يبقى انا كده قاصد بيها ان انا بتكلم على الافراد الموجودين في العيله. يبقى لو جت معانا في الجمله وقاصد ان هو بيتكلم على افراد العيله يبقى في الحاله دي هستخدم معاها الفيرب في صيغه الجمع. استخدمنا كده معاها are، وكلنا عارفين are بنستخدمها في حالة البلورال أو الجمع. أتمنى أنكم فهمنا الجزء ده كويس، ولو في أي لخبطة نرجع الفيديو ونركز فيها ونسمعها مفيش أي مشكلة. معايا هنا كمان for كلنا عارفين دي preposition، دي حرف جر. for لما بتيجي معايا في السنتنس ركزوا بقى في الجزئية دي كمان ويا ريت تسجلوها. كلمة for أو الحرف الجر for لو جه معانا في الجملة لازم بنستخدم بعده ال ing أو الverb plus ال ing، يعني بنستخدم بعديه الجيرند.
وبيبقى معناها بسبب أو من أجل. تعالوا نقرا الإكزامبل. Their father باباهم was in prison. باباهم كان في السجن for doing something bad لأن هو عمل حاجات سيئة. يبقى هنا جت كلمة for اهي معانا في الجملة، استخدمنا بعدها doing. ما ينفعش نستخدم أي حاجة غير الجيرند أو ال ing. استخدمنا الفيرب do واستخدمنا بعده ال ing. هتقولوا لي يعني لو جت كلمة for وانا بحل في سؤالي اللي تشوز وجت معايا في منتصف الجملة استخدم بعدها ال ing؟ يس، خلي بالنا يا حبايبي من الجزء ده علشان ما نتلخبطش فيه، الحاجات دي بجد مهمة. معايا هنا نمبر 8. My 6-year-old cousin. ابن عمي اللي عمره 6 سنين. My 6-year-old cousin. لاحظ عدم جمع كلمة year لأنها هنا تستخدم كصفة لكلمة cousin والصفة لا تجمع. هتقولوا لي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو سألتك عن عمرك فبقول لك ايه او بقول لك ايه؟ How old are you؟ انت عمرك قد ايه او كم عمرك؟ في الحالة دي هترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي for example I am 13 years old. انا عندي 13 سنة او I am 11 years old. انا عندي 11 سنة. في الحالة دي بنجمع كلمة yours. شايفينها هي قدامنا انا حاطة عليها سيركل. لكن معانا في درسنا النهاردة كلمة year هنا أنا بستخدمها كصفة كadjective. ما ينفعش أقول years، ما ينفعش أجمعها، لازم تيجي معايا singular مفرد. يا ريت تخلي بالكم من الجزئية دي علشان ما تتلخبطوش فيها. والصفة لا تجمع. نشوف example. My 6-year أنا بقول year بس مش هقول years. old cousin ابن عمي أو ابن خالي اللي عمره 6 سنين is here موجود هنا and he wants to play game with me. هو عايز يلعب لعبة معايا. أتمنى نكون فهمنا الجزء ده كويس. يلا نشوف معانا إيه كمان. معانا هنا سؤال اللي تشوز. هناخد وقتنا واحدة واحدة ونبدأ نشوف الكوريكت أنسر. هديكوا وقتكم نقرا الجملة مع بعض بالراحة ونشوف الإجابة الصح معانا هتبقى إيه. يلا مع بعض نقرا كده الفيرست سنتنس. They were very sad. هم كانوا زعلانين جدا because a man took their father from their home. لسه قاريين الحاجات دي كلها في الورds أو في الكلمات اللي احنا أخدناها في درسنا النهاردة. away, way, across, cross. واحدة واحدة حبايبي كده نفكر وبالراحة نقرا السنتنس بالراحة ونشوف الإجابة الصح معانا هتبقى إيه. الكوريكت أنسر هتبقى معانا away. very good. حطينا عليها سيركل أهي. number 2. Everyone should have a job to do, make, have, give. واحدة واحدة كده نشوف الإجابة الصح معانا في sentence number 2. الcorrect answer very good هتبقى معانا do. number 3. A is a place where people go. مكان الناس بتروحه when they do something wrong. لما بيعملوا حاجة غلط. clinic, workshop, prison, hospital. واحدة واحدة كده نقرا السنتنس بالراحة وكان جيب لي ده correct answer. الإجابة الصح معانا فين؟ الcorrect answer هتبقى معانا prison وكلنا عارفين prison يعني سجن. number 4. We have a house with a garden. There are lots of trees. موجود شجر كتير. small, large, tiny, little. يلا حبايبي واحدة واحدة الإجابة الصح معانا ايه في number 4؟ الكوريكت أنسر هتبقى معانا كلمة large ونحط عليها سيركل أهي. number 5 sorry. Roberta feels when some men take their father from their home. terrible, glad, pleased, boring. واحدة واحدة كده نقرا الجملة بالراحة ونشوف الكوريكت أنسر. الكوريكت أنسر هتبقى معانا terrible وكلنا عارفين هنا terrible دي معايا adjective صفة ومعناها فظيع أو سيء جدا. روبرتا حست بحاجة فظيعة أو حاجة سيئة جدا when some men take their father from their home. لما أخدوا باباهم من البيت. very good. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة وجمعنا كل الحاجات المهمة معانا في lesson 3 and 4 الدرس الثالث والرابع unit 1 الوحدة الأولى coming home. أتمنى نكون فهمنا كويس ونحفظ الكلمات المطلوبة مننا والجزء الخاص بالجرامر اللي كتير مننا بيتلخبط فيه يا ريت نراجعه ونسمعه تاني علشان ما نتلخبطش بيهم والحاجات اللي سجلناها يا ريت نركز عليها. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصل لكم كل الدروس الجديدة على قناتنا Time for English. وما تنسوش كمان تشيروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم عشان هم يراجعوا معاكم ويستفادوا. Have a nice day.